عزيزي التاجر، في الوقت اللي سيادتك عمال تحتكر فيه السلع التموينية وبتخزنها وتزود في أسعارها كل 3 دقايق على كيفك، مجلس النواب فاجئنا ومنح الجيش المصري صلاحيات جديدة وعدل أو وافق على مشروع قانون كان متقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. أولا هو استحدث درجة الاستئناف في القضاء العسكري زي القضاء العادي. كان من حوالي شهرين كده مجلس النواب عدلوا قانون الإجراءات الجنائية وخلوا الجنايات في القضاء العادي على درجتي تقاضي، يعني بدل ما كانت درجة واحدة استحدثوا الاستئناف، فقال لك نعمل القضاء العسكري زيها، ومش ده اللي أنا طالعة أعمل عليه الفيديو أصلا. تاني حاجة بقى، منح ضباط وصف الضباط اللي تابعين للقوات المسلحة الضبطية القضائية بشأن ضبط كل مخالفات السلع التموينية وضبط التجار أيا كانت تجارتهم، سواء بقى كان الموضوع متعلق بغش تجاري أو زيادة الأسعار على كيفهم كل شوية للقوات المسلحة. واصبح القضاء العسكري هو المختص بنظر القضايا دي بعد ما كان القضاء العادي. يعني دلوقتي بعد ما كانت مباحث التموين هي اللي بتيجي تعمل لك المحضر، بقى ليها شريك في الموضوع، بقى ليها القوات المسلحه كمان، سواء بقى ضباط او صف ضباط. وبقى القضاء العسكري هو المختص لوحده، خلاص ما عادتش بقى هتروح نيابه عامه وتاخد امر جنائي او تروح قضاء عادي وتروح تدفع لك غرامه 10000 جنيه. ايه يعني 10000 جنيه؟ لا يا حلو، دلوقتي هتروح النيابه العسكريه وبعد كده القضاء العسكري، وما أدراك ما القضاء العسكري، سواء كان اللي عامل لك المحضر مباحث التموين أو ضباط الجيش. أحسن تستاهلوا، علشان لما بتيجي تتناقش مع تاجر عنده بضاعة جايبها بسعرها القديم وعاوز يزود أضعاف عشان يمشيها بالسعر الجديد اللي هو برضه حاطط فيه أوفر في السعر، يقول لك أنت ما بتفهمش حاجة. طب ما أنا لو بعتها لك على السعر القديم ما أنا هشتري بدلها بالسعر الجديد، وتيجي بقى تقول له ما انت هتبيع الجديد بالسعر الجديد، يعني انت برضه هتكسب، انت كسبان في القديمه وهتكسب في الجديده. اقول لك لا انت ما بتفهمش حاجه. فاحسن خلي بقى ايه، ضباط الجيش وبتوع مباحث التموين هم اللي يفهمونا.